ونكمل مع بعض الجزء التاني من القصة. اللي ما سمعش الجزء الأولاني يسمعه بسرعة عشان ما يفوتوش أي حدث من الأحداث. ورحت أو يعني كنت بنظف في الشقة، والباب تقريبا ما كانش مقفول لما ابني جالي، وكنت واخدة راحتي جدا وأنا عمالة أمسح وأروق عشان الناس اللي هتيجي تأجر. وبص لقيت أو يعني سمعت لقيت الباب اتقفل. قلت الله، والباب ما كانش مقفول ولا ايه؟ ورحت بسرعة اشوف الباب اتهبد، مين اللي دخل ولا مين اللي خرج؟ معقول ابني يكون سايبه؟ ببص لقيت الراجل اللي كان قاعد على يميني في الميكروباص. قال لي انتي؟ قلت له ايوه. انت ايه اللي جابك هنا؟ قال لي انا اللي جاي اجر الشقة. هو انتي شغالة هنا ولا ايه عشان تنظفي لي الشقة، ولا بتشتغلي عند الناس اللي انا جاية اجرها؟ بصراحة اتحركت اقول له ان دي اختي اللي هتأجر لك الشقة، هي وجوزها. قلت له اه انا الشغالة. راح وقف كده وقال لي لا، انا مش هسيبك، انا في الميكروباص ملحقتش اشبع منك. قلت له انت مجنون؟ قال لي ولا مجنون ولا حاجة، دي فرصتي. وراح شددني من ايدي ومدخلني الأوضة، والأوضة كانت فاضية. قعدت ازق فيه. قال لي بقولك ايه، النهاردة انا مش هسيبك، انا مش هسيبك النهاردة. وراح مسكني بالعافية. بدأت اقاومه، بس بيني وبينكم كنت حابة اكمل اللي انا ملحقتش اكمله في الميكروباص. ومفيش كام ثانية واستسلمت وبقيت على الارض، وهو كمان، وكل حاجة اتشالت. ولقيت نفسي بحط ايدي على المسائل، لقيت الدنيا عنده جامدة على الاخر. بقيت زي العجينة في ايده، كأنه كده يعني كان جعان. نزل ما سابش اي حتة غير ما ايده دعكت في كل مكان. وانا كنت مستسلمة لدرجة ان انا كنت بطلع صوت مكتوم بقول له انت فظيع، ده انا نفسي اصوت. قال لي لا ما تفضحيناش، انت لسه شفت حاجة؟ ومسك فيا، مش اقول لكم عمل فيا ايه. قعد معايا اكتر من ساعة. بعد ما المواضيع هديت في الناحيتين قمت بدأت البس هدومي. قال لي ياه، ده انا عمري ما قعدت مع مراتي كده، لا ده انت فظيعة. قلت له انا برضو؟ قال لي اه. قلت له طب الشقة لسه ما خلصتش. قال لي على العموم انا لسه مش هاجي دلوقتي انا ومراتي، براحتك خالص، اعملي اللي انت عايزاه، انا همشي دلوقتي وهبقى اجي ونكمل الكلام اللي لسه مكملش. قلت له لسه مكملش، انا ما اقدرش، انا مش قدك. قال لي لا ده انت قدي ونص. وراح مشي. وانا بفتح باب الشقة طبعا بعد شوية، وبفتح باب الشقة بتاعت اختي، لقيتها قاعدالي على الكرسي اللي في وش باب الشقة، ولقيتها بتقولي صباحيا مباركة يا عروسة. قلت لها عروسة؟ انت بتقولي ايه؟ قالت لي اللي انت سمعتيه. على فكرة انا شفتك وشفت كل حاجة، انا دخلت بالمفتاح اللي معايا، من كتر ما انتم مندمجين جدا ما حسيتوش بيا. انا كنت خلاص شوية وكنت هاجي في وسطكم. ايه ده، انا عمري ما شفت كده، ده انا جسمي ساب. قلت لها انت اتجننتي؟ قالت لي الراجل فظيع. ايه ده؟ جت ورايا. قلت لها لا انا لازم اخش الحمام استحمى. قالت لي بصي انا بصراحة نفسي اجرب زيك. قلت لها انت مجنونة، ما انت جوزك عندك. قالت لي الله، طب ما انت جوزك موجود. لا انا عايزة ابقى كده، انا نفسي اجرب معاكي. المهم مفيش شوية ولقينا جوزها دخل. قلت لها طب اقفلي دلوقتي على الموضوع. ضحك وقال انتوا بتتكلموا في ايه. وكنت انا خدت الدش بتاعي ولابسه قميص خفيف، جريت بسرعه على اوضه النوم. بصراحه اتحركت جدا على اوضه النوم اللي انا بقعد فيها مع بناتها. وهو راح شدد مراته، معرفش كان جاي من بره كده سخن ومش طبيعي، وراح شددها. كان المواضيع عندهم سخنه لدرجه ان انا سمعت صوتهم هما الاتنين. بعد ما كنت يعني المسائل عندي هديت، حسيت ان الدنيا زادت اكتر تاني من الصوت اللي انا سمعته. ونمنا. وقامت الصبح قالت لي ها انا عايزه اجرب. قلت لها على العموم هو هيجي النهارده. قالت لي خلاص انا هخش اكمل اللي انت مخلصتهوش. ورحت قلت لها خدي البسي القميص ده اللي انا كنت لابساه امبارح وخشي، هيجي بعد شويه بس قبل ما جوزك يجي. قالت لي لا جوزي هيتاخر ما تقلقيش. وفعلا راحت قعدت تنظف في المطبخ والحمام، وجه ودخل الشقه ولقاها واقفه بظهرها. طبعا هي قريبه مني جدا في الشكل، ونفس القميص كانت لابساه. حضنها من ظهرها وراح مجرجرها على الأوضة. قال لها النهاردة بقى أنا لازم أقعد معاكي شوية كتير، أنا ما بشبعش منك. ولسه بتلف
قال لها ايه ده؟ هو طبعا عارف ان هي دي صاحبة الشقة اللي هتأجر له الشقة. قالت له ايه، ما عجبكش ولا ايه؟ قال لها لا، تعجبيني قوي. وراحت شايله القميص وكل حاجه. طبعا اختي احسن مني بكتير، الرمان عندها شديد وحلو. فاول ما شافها كده، مش هقول لكم عامل ايه، قعد على ركبه قال لها انا بموت في العسل، انا بحب العسل جدا، دوقيني العسل. وفعلا قعد ياكل العسل لحد ما اختي استوت، وراح شددها وراح نزل فيها. ما اقولكوش قعدت تصوت بصوت مكتوم. بالصدفة وانا قلقانة عشان جوزها ما يجيش، وفتح الباب بتاع الشقة التانية، والاقي مين اللي جه وبينادي، والاقي الراجل اللي كان قاعد على يميني في الميكروباص. قلت له انت مين وجاي هنا ليه؟ قال لي انت اللي مين؟ انا السمسار بتاع المكان وانا اللي جبت الزبون. ففهمت ان السمسار والراجل اللي جوه مع اختي هما مع بعض، وانا اللي كنت قاعده في وسطهم في الميكروباص، وافتكرت كل حاجه حصلت. طبعا مش عارفه اوديه فين ولا اعمل ايه. قال لي على العموم انا هخش الشقه. قلت له لا، هتخش تعمل ايه؟ قال لي في شويه حاجات كده، المفتاح معايا. المهم ما عرفتش احوشه ولا عرفت امنعه. دخل على الشقه، قلت انا مالي بقى. دخل وكانت اختي مع الراجل الاولاني. طبعا ما اقولكوش ايه اللي حصل، ما كملش الكلمه وراح داخل معاه هما الاتنين على اختي. وانا دخلت وقفلت الباب وقلت اما اشوف في ايه، احسن جوزها يجي. دخلت لقيت اختي يا عيني وسطهم بتتعذب، يعني كانت خلاص. راح شدني من ايدي وقال لي تعالي، انا ملحقتش العسل الاولاني، اكمله معاكي. ورحنا انا وهو في دنيا تانية، واختي شغالة مع الاولاني، وكل حاجة كانت قدامي. المواضيع عنده اكبر بكتير. لقيت نفسي ان انا ممكن يحصل لي حاجة. الراجل طول بعرض وفضل ياكل في العسل، وانا واختي راحوا شدنا وعملونا كده، يعني زي اللي كده هقول لكم، زي كده الحصان. الواحد بيحب يركب حصان، شوفوا بيبقى عامل ازاي. والمواضيع كانت على اخرها. كنا احنا الاتنين بنبص لبعض وصوتنا كان طالع بالراحة جدا. قعدنا ساعة بيبدلوا من هنا لهنا لحد ما كل واحد خلص وراحوا ماشيين. واختي جريت بسرعة على شقتها، وانا من كتر الهدة نمت مكاني، ما حسيتش بروحي. ازاي ده حصل انا مش عارفة. مفيش شوية ولقيت جوز اختي واقف وانا نايمة زي ما انا. قال لي ايه ده؟ ايه اللي منيمك كده؟ وفين هدومك؟ قلت له ايه ده؟ ورحت حاطه ايدي على جسمي. قلت له يمكن من الحر نمت، ما حسيتش بروحي. قعد يبص لي كده نظرات بصراحه ما ريحتنيش. لقيته مايل عليا وقال لي انا هعمل لك مساج عشان يريحك ويضيع لك كل الوجع. ولقيته بدأ في كل حته. قلت له ما ينفعش، انت جوز اختي. قال لي عادي، ايه المشكله؟ انت تعبانه وانا هريحك. وراحت يعني المواضيع عنده كانت باينه. ورهالي وقال لي شفتي قبل كده زي كده؟ بصراحه كان المواضيع عنده كانت صعبه جدا. وعمل نفس اللي عمل. كنت خلاص كنت حاسه ان هيحصل لي حاجه. وعمل وقمنا احنا الاتنين ودخلنا الشقه. كانت اختي طبعا نامت من التعب وخلاص. ودخلت الحمام، اخدت دش وقلت كفايه قوي كده عليا. اللي حصل عمري ما كنت اتخيله. معقوله يطلع مني انا كل ده؟ هو انا ايه؟ كل اللي يشوفني يعمل معايا كده؟ هو انا يعني شكلي باين عليا ان انا بتاعت حاجه زي كده، ولا هو احساس؟ بقيت مش عارفه نفسي بعد اللي حصل ده. انا كده يعني شكلي مش مظبوط، او انا حابه امشي السكه ديت. هي عجبتني بس في نفس الوقت بقيت مش عارفه نفسي، بقيت مش مصدقه اللي